بيهينوا تاريخ نادي الزمالك، وبيحطوا البراند اللي بقاله اكتر من 100 سنة في التراب. بتسألني ليه؟ انا كنت بقول ان الزمالك مهم عند الاهلاوية اكتر ما هو مهم عند الزملكاوية. قدرا انا ما اتفرجتش على الحوار بين سيد عبد الحفيظ واحمد عفيفي، لان انا عارف ان في الاخر خالص كل مجموعة هي مقتنعة باللي في دماغها، ومحدش فينا هيغير قناعاته، خاصة لأن الموضوع فيه عاطفة وفيه تحيز للذات وحاجات كده. ولكن قدرا وقعت قدامي ريل كده كانت بتنقل اللي كابتن سيد عبد الحفيظ بيقولوا عن الاجتماع اللي حصل بينه هو وكابتن حسن حمدي وكابتن الخطيب وكابتن طارق سليم الله يرحمه. القصة إن كان مهم جدا عند كابتن حسن حمدي إن الزمالك لا يهان. حق الأهلي رقم واحد، حق اللاعب رقم اتنين، الزمالك لا يهان رقم ثلاثة. في الوقت اللي أنا شفت فيه ده هو في نفس اليوم اللي جماهير نادي الزمالك ومجلس إدارة نادي الزمالك واللاعيبة السابقين لنادي الزمالك بيهينوا تاريخ نادي الزمالك، وبيحطوا البراند اللي بقاله أكتر من 100 سنة في التراب، علشان يفتكروا بعد 100 سنة إنهم قال إيه كانوا بياخدوا مواقف عنترية. انتوا غلط، واللي بتعملوه غلط، وانتوا قللتوا من نادي الزمالك وقزمتوه، واللي انتوا عايزين تفهموه فهموه.